الأسوأ لم يأتي بعد. منازل اختفت تماما، ومشاهير هوليوود يفرون خارج كاليفورنيا هربا من ألسنة اللهب. من بين 30,000 أمريكي تركوا بيوتهم هاربين من حرائق الغابات التي وقعت في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية. هناك العديد من نجوم هوليوود الذين فقدوا بيوتهم وغادروا خوفا من النيران. ويقع منزل كاميلا هاريس في الجزء الشرقي من لوس أنجلوس، وقد دخل ضمن نطاق الإخلاءات بسبب الحرائق. صدرت أوامر بإخلاء أجزاء من مدينة لوس أنجلوس بسبب عاصفة رياح واسعة النطاق تهدد الحياة وتخلق ظروفا جوية خطيرة للغاية لاشتعال حرائق الغابات في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وانقطعت الكهرباء بولاية كاليفورنيا عن أكثر من 400,000 منزل وشركة ومستخدمي طاقة آخرين. وحدثت معظم حالات انقطاع التيار الكهربائي في مقاطعتي فينتورا ولوس أنجلوس اللتين تضررتا بشدة. والعديد من العملاء انقطعت الكهرباء عنهم عمدا. وقال مزود الكهرباء إن شركة جنوب كاليفورنيا إديسون أوقفت الكهرباء عن أكثر من 148,000 عميل كجزء من قطع التيار الكهربائي للسلامة العامة. وأوضحت الشركة أن الفكرة هي قطع الطاقة مؤقتا عن منطقتك أثناء الظروف الجوية الخطيرة لمنع نظامنا الكهربائي من أن يصبح مصدرا للاشتعال. بالإضافة إلى 148,000 انقطاع متعمد، قالت الشركة إنها تدرس قطع التيار الكهربائي للسلامة العامة عن 400,000 عميل آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعون الكرام، حياكم الله جميعا أينما كنتم. وكما ترون الآن قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلغاء زيارته المخطط لها إلى إيطاليا، وذلك على خلفية اندلاع حرائق واسعة النطاق في ولاية كاليفورنيا. تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الأزمات البيئية التي تواجه الولايات المتحدة، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى التركيز على الجهود المبذولة للسيطرة على الحرائق ودعم المتضررين. استمرار حرائق الغابات في كاليفورنيا يمثل كارثة بيئية وإنسانية خطيرة للغاية، حيث أسفرت هذه الحرائق المدمرة عن وفاة 7 أشخاص حتى الآن، وأجبرت عشرات الآلاف من السكان على مغادرة منازلهم في جميع أنحاء منطقة لوس أنجلوس. الحرائق في هذه المنطقة التي تعد من أكبر المناطق الحضرية في الولايات المتحدة اجتاحت العديد من الأحياء وأثرت على حياة المواطنين بشكل كبير وسط حالة من الذعر والحذر الدائم. الحرائق ناجمة عن رياح سانتا آنا التي تهب من صحاري المناطق الداخلية في كاليفورنيا ونيفادا إلى المحيط الهادئ. هذه الرياح المعروفة بشدتها وجفافها ودفئها المفرط تشكل بيئة مثالية لانتشار الحرائق بسرعة. تشتهر رياح سانتا آنا بقدرتها على تحويل شرارة صغيرة إلى حريق مستعر يخرج عن نطاق السيطرة، مما يجعل مهمة رجال الإطفاء أكثر صعوبة وتعقيدا. من بين المنازل المتضررة من هذه الحرائق كان منزل كاميلا هاريس الذي يقع ضمن مجموعة المنازل الفاخرة المطلة على الشاطئ في مدينة ماليبو، وهي منطقة تقدر قيمتها بملايين الدولارات. تحول هذا المنزل إلى رماد وركام وسط استمرار حريق باليسيدز في الاشتعال خارج نطاق السيطرة. الحريق الذي اجتاح عدة مناطق في مقاطعة لوس أنجلوس تسبب في دمار واسع للمنازل والممتلكات، بالإضافة إلى تهديد حياة العديد من الأشخاص الذين اضطروا للهرب من بيوتهم. الرياح القوية والمستمرة التي ترافقها درجات حرارة مرتفعة وجفاف طويل الأمد تزيد من تعقيد جهود السيطرة على النيران. ورغم الجهود الحثيثة التي يبذلها رجال الإطفاء بما في ذلك استخدام الطائرات لإلقاء المياه والمواد المثبطة للاحتراق، إلا أن الحريق استمر في الانتشار بشكل غير مسبوق. هناك مخاوف من أن تستمر هذه الحرائق في الانتشار إلى مناطق جديدة، مما قد يتسبب في مزيد من الأضرار البشرية والمادية. تستمر حالة الطوارئ في كاليفورنيا وسط توجيه السلطات المحلية إلى المواطنين بإخلاء المزيد من المناطق المتضررة.
ومع ذلك يظل السؤال قائما عن مدى قدرة الفرق المتخصصة على احتواء الوضع في ظل استمرار الرياح المدمرة والتوقعات الجوية التي تشير إلى ظروف مناخية قاسية قد تزيد من شدة الحرائق في الأيام القادمة. إضافة إلى التحديات المناخية، يتعرض الاقتصاد المحلي لآثار سلبية بالغة، حيث توقفت العديد من الأعمال والشركات بسبب الحريق وانقطاع الكهرباء، كما أن الخسائر المادية الناجمة عن دمار المنازل والأملاك تجاوزت التوقعات الأولية، ما يرفع من حدة الأزمة في ولاية كاليفورنيا. تجاوز تأثير الحرائق مناطق الخطر، إذ بقى ما يقرب من 300 ألف شخص بدون كهرباء و200 ألف بلا اتصالات، فضلا عن توقف حركة القطارات. تم إصدار تحذير من الدرجة الحمراء، حالة خطيرة بشكل خاص، ل19 مليون شخص في المنطقة، بما في ذلك منطقة لوس أنجلوس، ويتم إصدار هذا النوع من التحذير في مواقف نادرة عندما تكون الأعاصير طويلة الأمد وقوية وعنيفة ممكنة، وفقا للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية. وكانت آخر مرة تم إصدارها فيها أثناء حريق فرانكلين الذي أحرق أكثر من 4000 فدان في ماليبو الشهر الماضي. تجاوز تأثير الحرائق مناطق الخطر بشكل كبير، إذ بقي ما يقرب من 300 ألف شخص دون كهرباء و200 ألف شخص بلا اتصالات، بالإضافة إلى توقف حركات، مما جعل الحياة في المنطقة تتوقف بشكل شبه كامل. تم إصدار تحذير من الدرجة الحمراء، حالة خطيرة بشكل خاص، ل19 مليون شخص في المنطقة، بما في ذلك منطقة لوس أنجلوس. يتم إصدار هذا النوع من التحذير في مواقف نادرة عندما تكون الأعاصير طويلة الأمد وقوية وعنيفة ممكنة، وفقا للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية. كانت آخر مرة تم فيها إصدار هذا التحذير أثناء حريق فرانكلين الذي دمر أكثر من 4000 فدان في ماليبو الشهر الماضي. هذا الحريق كان من بين أكثر الحرائق تدميرا، حيث أسفر عن خسائر مادية وبشرية كبيرة، وفرض تحديات إضافية على فرق الإطفاء. التحذيرات من الدرجة الحمراء تعكس شدة المخاطر التي قد تنجم عن هذه الحرائق في ظل الظروف المناخية القاسية من رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة. تلك العوامل تجعل جهود السيطرة على النيران أكثر تعقيدا.